ديال فريق رجاء الجديدي. فريق رجاء الجديدي بحالو بحال جوج الفرق الوطنيه اللي كيمارس في القسم الوطني اول هوات. فريق بامكانيات محدوده بحال جوج الفرق الوطنيه. اول سنه في القسم الوطني اول مع حق الصعود السنه الفارطه. غاديين ايطاب بار ايطاب. بدينا بدايه الحمد لله، توفقنا في البدايه، نتائج لا باس بها. ثلاثه انتصارات بالنسبه لي راه عادي. كاين ثلاثه فراقي واقيلا كنظن جوج فراقي الان عندهم ثلاثه ديال الانتصارات. مقابله ناقصه اتفاق مراكش حتى هي نقدر درجها ثلاثه انتصارات. الهدف ديال الفريق هذه السنه هو حق البقاء باقرب وقت ممكن، ما نتعطلوش حتى الاخير، نحاولوا ما امكن نتادبطوا مع القسم الوطني اول هوات، حيت القسم صعب شاق، رحلات مبروكيه سيرتون فريق الرجاء الجديدي. الاسبوع اللي قبل من هذا العيون، هذا الاسبوع طنطا، وزاره الداخله، اسبوع الكراع، بوجدور، يعني رحلات مكوكيه. نتمنى نقدروا نتغلبوا على هذا الارهاق الذهني، ماشي البدني ولكن الذهني. تعرف اللاعب اللي كيبقى يديبلاصا 15 يوم 21 يوم، رحلات طويله جدا، وانت كتعرف كنديبلاصاو غير في البوس ماشي في الطياره وداكشي. نتمنى نتوفقوا ونجمعوا عدد كبير ديال النقاط اللي يخلينا نكملوا السنه باريحيه. التركيبه البشريه تعتمد على المدرب هذه السنه. لاعبين ديال جديده، باستثناء واحد 4 ولا 5 ديال اللاعبين اللي استخدمناهم خارج المدينه الجديده اللي لاعبين كنعرفوهم وعطاو اضافه للفريق. اغلب اللاعبين ديال جديده. اللاعب اصلا اللاعب ديال جديده موهوب صغير، شويه الوقت كيفاش يقاد الامور ديالو، يقدر يتانتيغرا بزاف. بالنسبه للاجانب، لاعب كان السنه الفارطه مع الفريق، وهاد السنه جبنا لاعب اللي ديجا لعب في القسم هذا مع مدينه اسا ومع قلعه ساغنا. الحمد لله توفقنا لحد الان، توفقنا في الانتدابات اللي جبنا الفريق رجاء الجديد. عندكم فريقين ديال طنطا، طنطا ونادي الصداقه. انا اللي عارفين عليهم. العلم ديالي ان الفريق الاول هو نهضه طنطا، اللي ديجا لعب ضده فاش كنت مدرب ديال شباب طنطا في 2016 ولا 2017. نادي الصداقه اللي هو حتى هو كنظن هذه السنه حقق الصعود، عنده لاعبين مثلا كيلعب في القسم الوطني الاول، يعني غيكونوا عنده لاعبين بهذا المستوى. فريق لحد الان مازال ما انتصرش، عنده نقطه من اصل 3 ديال المقابلات. لاعبين معاه في طنطا. انا مأكد اننا غادي نواجهوا صعوبات، حيت جوج الفرق هما عندهم لاعبين في المستوى. المقابله غادي نلعبها غتلقى صعوبات وغتلقى مطبات. واحد الوقت تكون انت مزيان، واحد الوقت الادفيرسير غيكون مزيان. نتمنوا نعرفوا نجيروا المقابله ديالنا ونتوفقوا ان شاء الله. كاطار وطني دربت في عده فرق وطنيه، شباب طنطا، المغرب تطواني، مساعد مدرب القسم الوطني الاول، اولمبيك مراكش، فتح الناظور، قلعه السراغنه، والقائمه الوطنيه. شوف انا قلت لك القسم الوطني الاول هوات الظروف لحد الان مواتيه، غادي شويه نتمنوا ربي ما يحشش لنا شي. الكره المغربيه جميع الفرق نفس المشاكل، مشكل مادي. يمكن تقدر تتغلب على هذا المشكل، غتمشي لك الامور مزيانه. واش تعرف على الفرق الكره ديال الاقاليم الجنوبيه؟ وانا دربت هنا واحد السنه مع شباب طنطا، وحققت السنه الاولى حققت الصعود. انا عندي علاقه بزاف ديال الناس ديال الجنوب، سيرتو الفرق ديال مدينه عيون. وبلا ما نقول لكم فريق نهضه طنطا حتى هو كان قاب قوسين باش نتعاقدوا، ولكن لظروف ما كتبش الامور. كنتمنى التوفيق. المدرب ديما هز الجليزه ديالو كيقلب الواقع. هو الجماهير الجديده ما كيطلبوا منا حتى حاجه، فريق تنافسي، يحاولوا ما امكن يوضعوا اللبنات الاساسيه ديال الفريق، كتكون اغلبيه الوقت اغلبيه اللاعبين ديال الجديده. كيتسمى الفريق الثاني ديال المدينه مورا الدفاع الحسني الجديدي. عندنا لاعبين اللي كانوا في الفريق الدفاع الحسني الجديدي. الحمد لله امور ديالنا مزيانه، جمهور في المستوى كيجي يشجعنا. نتمنى ننتصر، نمشي من هنا فرحان ان شاء الله باللاعبين ديالي، ونتمنى نتوفق ان شاء الله. جيت سعيد متفائل. اللاعب حس بالمسؤوليه، اداره التقنيه حاسه بالمسؤوليه، كلشي حاس بالمسؤوليه. نتمنوا توفقوا ونرجعوا بالغله كامله ان شاء الله. ان شاء الله.